شو بكون الواحد مبسوط هيك لما بيقدم تحلاية لضيوفه، وبتكون حرفيا بتشهي القلب. لازم تجربوها، سهلة وبسيطة وما بتاخد معكم وقت بالتحضير، دقايق وبتكون جاهزة. صدقوني بس تعملوها بالبيت حتبطلوا تشتروها من برا أبدا. أطيب بقلاوة منزلية رح تاكلوها بكل سهولة. يلا ننزل على التعليقات، نصلي على الرسول، أكسب أجر أنا وإنتو. أيضا تحطوا لي لايك لهذا الفيديو فضلا ليس أمرا، تساعدوني بس شوي لأرفع ريتش الصفحة، فاوعوا تبخلوا علي باللايك، ونقول بسم الله ونبلش. كيف ما عم بتشوفوا معي عندي هون 3 أكواب من السكر، رح ضيف عليهم كوب ونص من المي، ورح ضيف عليهم عصرة ليمون أو شرحة ليمون. هلا الكمية اللي أنا مستخدميتها بالفيديو هي كتير بالنسبة للكمية اللي أنا رح أعملها، ولكن فيكم تستخدموا بس النص، تقللوا الكمية لحد النص. برفع على القطر أو الشيرة أو الشربات على الغاز، أول ما بيغلي معي بحسب له 5 دقايق، بعد هيك بطفي تحته. لازم يكون معي قطر تقيل وبارد. عندي هون كنافة، أنا رح أستخدم للكمية اللي رح أعملها اليوم نص كوب مش أكتر من هيك. بقطعها وهي مجمدة لتتقطع معي بكل سهولة. فيكم أكيد الكنافة تحصلوها من أي سوبر ماركت، أي مول، أي هايبر، أو حتى أي حدا ببيع حلويات ببيعكم إياها، ما في أي مشاكل. رح أقطعهم لقطع صغيرة بهذا الشكل. أكيد فيكم تستبدلوا بالكنافة بالمكسرات، ما في أي مشاكل، ولكن أنا حبيت إني أعملها تكون اقتصادية، بتكون كتير أطيب. وصدقوني بالكنافة طعمتها ولا غلطة. عندي هون الصينية اللي رح استخدمها، رح أدهنها بسمنة حصريا، ما بندهن لا زيت ولا زبدة، سمنة فقط. تمام. ويفضل نوعية السمنة تكون عندنا جيدة. عندي هون ورق الكلاج، طبعا هو بيكون فروزن، أنا بنزله قبل تقريبا ساعة وبضل مسكر. لما يصير عندي بدرجة حرارة الغرفة ويدوب، المفروض اني انا الفه لحتى ما ينشف معي. فبجيب بشكير المطبخ وبلفه بالطريقة الواضحة قدامكم، وبلش اخذ منه ورقة ورقة. يفضل ورق الكلاج اللي انتو حتستخدموه تكون نوعيته جيدة، شركة انتو كتير معتمدينها، لحتى الكلاج هيك ما يكون معاكم ممزع. فبغطيه وبتركه بالطريقة والشكل اللي واضح قدامكم. عندي هون ورق الكلاج، بجيبه وبتنيه من النص، بعدين بدهنه بالسمنة كيف ما عم بتشوفوا. ولازم وضروري جدا انه السمنة تندهن معي بكل ورق الكلاج. رح اخذ شوي من الكنافة وهي نية طبعا، مش محمصة ولا اشي. تمام. وبرشرشها بالطريقة الواضحة قدامكم، وما تكتروا وما تبالغوا، يعني بس انه ينفرد معاكم مش اكتر من هيك. بحط الورق على النص وبرجع باخد الطرف الثاني وبحطه على النص، وبرجع باخد كمان الطرف وبحطه على النص، وبعمله على شكل وربات، الشكل المتعارف عليه. باخد القطعة وبشد وبضغط، بشد وبضغط لما اخلص كليات القطعة بالشكل والطريقة الواضحة قدامكم. انا ما سرعت لكم الفيديو لحتى تفهموا علي اكتر، لتاخدوا هذا الشكل الحلزوني الجميل. باخد كليات القطع بس اشكلهم كلياتهم، وبحطهم بنفس الصينية اللي دهناها بالسمنة. واكيد ما بيتوقف الموضوع هون، لازم برضو ارجع ادهن كليات القطع بالسمنة. هون السمنة بتكون عندي مذابة ولكن مش سخنة بدرجة حرارة الغرفة. باخد الصينية وبدخلها على الفرن على درجة حرارة 200. لازم تكون الحرارة عندي عالية، وبتضل عيني عليها. لازم أول ما تاخد معي لون أشقر جميل ويتحمر معي وجهها بهذا الشكل، بتكون صارت معي جاهزة. يفضل انكم تحطوها على الرف الثاني والحرارة بتكون عالية. عندي هون القطر تقيل وبارد كيف ما عم بتشوفوا، بسقيها كلياتها بالقطر وهي سخنة طالعة لساتها من الفرن، وبزينها بالفستق الحلبي، بالورد المحمدي، كيف ما بتحبوا كيف ما بتفضلوا. أطيب بقلاوة ممكن تجربوها، حرفيا بتشهي القلب. واكتبوا لي بالتعليقات هل انتم تشجعتوا لهذا النوع من الحلويات ولا بتحبوا الحلويات الباردة أكتر. كتير حابة هيك أتعرف على أذواقكم بطريقة اختيار الحلويات اللي رح نقدمها على الصفحة. أحبائي متابعيني الحلوين، كنت معكم أنا ملك عبد العال، دمتم بألف خير. بشوفكم على خير إن شاء الله بفيديو كتير كتير قريب، وباي باي.